حبايبي طلبة الصف الأول الإعدادي، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. طبعا سنة جديدة، سنة سعيدة. دي أول وحدة، هنعمل ملخص للوحدة كلها إن شاء الله مع بعض. طبعا أول حصة هي أهم حصة في السنة كلها. كل السنة أهم حاجة بتبقى أول حصة. ليه؟ الحصة دي بتبدأ تفهم منها أنت إزاي هتشتغل بقية السنة، طريقة شغلك إيه، طريقة حفظ الكلمات، طريقة الحل. يعني بمعنى أصح أول حصة هي أهم حصة في كل الحصص اللي جاية. كل حصة بيبقى ليها أهميتها، بس دايما أول حصة هي بتكون أهم حصة. فلو سمحت كل واحد يسيب اللي في إيده ويقعد يركز معايا تركيز كامل وتام. طبعا أنا هبدأ مراجعة الوحدة الأولى. مراجعة الوحدة الأولى يعني معنى كده إن إحنا مش هنشرح شرح تفصيلي للوحدة الأولى، بس الجرامر هشرحه لك شرح تفصيلي عشان أنا عارف إن أنت ممكن تكون مش فاهم أو ما فهمتش الجرامر في الفترة اللي فاتت أثناء الشرح العادي، فالطبيعي إن إحنا بنراجع تاني. زائد ان احنا لما هنيجي نحل دلوقتي ان شاء الله هنقول الرول بتاعتنا، نقول القاعده بتاعتنا بطريقتنا احنا، وبعد كده نبدا نطبق عليها من كتاب المعاصر ان شاء الله او من اي كتاب خارجي. طيب حبايبي، اول يونت عندي اسمه Life in a Digital World. Life in a Digital World. يعني ايه مستر لايف ان ا ديجيتال وورلد؟ طبعا ليه حط لي كلمه ديجيتال؟ دايما عود نفسك ان كلمه ديجيتال خلاص هي عباره عن adjective، وعرفت منين ان هي adjective؟ بيكون اخرها ال al. يبقى انا عندي ال al هي دايما بتكون في نهايه الصفه. دي كلمة ديجيتال. طب ديجيتال دي متعلقة بإيه؟ دايما هتلاقيها متعلقة بالكمبيوتر، متعلقة باللابتوب، متعلقة بالديجيتال لايف، خلاص اللي هي الحياة الرقمية بتاعتنا، وكل الجيل بتاعنا عايش في الحياة الرقمية دلوقتي. طيب أول حاجة أنا عندي أول يونت 1. نقرأ بسرعة الكلمات بتاعتنا. أول كلمة هي كلمة ديجيتال، ولو تلاحظ هو حاطط لك adjective يعني صفة. طيب يبقى كلمة ديجيتال هي عبارة عن صفة للي بعدها. ديجيتال نمبر يبقى أرقام ذكية أو حاجة رقمية. ديجيتال لايف تبقى حياة رقمية. طيب تكنولوجي ودي عبارة عن noun. تابلت، ديفايسز. خلي بالك لما أجي أقول لك ديجيتال ديفايس يعني دي أول نوت خلي بالك منها، أو أول فكرة عندي في كلمة إيه؟ ديفايس. لما أجي أقول لك ديجيتال ديفايس هنا معناها ايه؟ معناها الكمبيوتر اللي انت قاعد عليه، اللابتوب، الموبايل. يبقى اي جهاز رقمي بنسميه ايه؟ ديجيتال ديفايس. طب ما ممكن يجي في الامتحان يقول لي ديجيتال ديفايس ولا ديجيتال تول؟ يعني ممكن يجي يقول لي ايه؟ هنختار ما بين كلمة ديجيتال ديفايس ولا ديجيتال تول. هو ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ما الاثنين معناهم ادوات. قال لي لا، التولز يقصد بيها الابلكيشن اللي جوه الموبايل. يعني مثلا الديجيتال تولز بتاعتي ممكن تبقى الواتساب، ممكن تبقى الزوم، برنامج زوم، دي طبعا من التولز اللي هي بتبقى ديجيتال. خلاص بعد كده عندي الاي بوكس، وطبعا الاي اختصار كلمه الكترونيك. طبعا الكترونيك بوكس يقصد بيها الكتب الرقميه او الكتب الالكترونيه. اوكي. بعد كده عندي كلمة chat معناها يدردش أو يتحدث بطريقة ودية. وخلي بالك when I chat with you يبقى احنا كده أصحاب وبنتكلم مع بعض. when I speak to you when I talk to you طبعا كل دي بمعنى كلمة يتكلم، بس طبعا في فروق كبيرة ما بينهم. أوكي. طيب عندي بعد كده كلمة balance تنفع verb وتنفع noun. تنفع بمعنى I have to balance my day، لازم أوازن اليوم بتاعي. أوازن اليوم إزاي يا مستر؟ يعني لازم أظبط فيه ساعة للمذاكرة، ساعة للعب، ساعة لكل حاجة، فدي طبعا اسمها balance. and I lost my balance. I lost my balance معناها أنا فقدت التوازن بتاعي. أوكي. app هي اختصار كلمة application. أهم حاجة عندي كلمة hybrid bus. يعني ايه كلمة هايبرد؟ هايبرد معناها هجين. يعني ايه هجين؟ عشان انت برضه هتقرا كلمة هجين مش فاهم يعني ايه هجين. يعني دي بتعمل ميكس ما بين two kinds of power او two kinds of energy خلاص بنستخدمهم. يعني الباص اللي بيستخدم البنزين وبيستخدم الكهرباء يبقى ده بيستخدم نوعين من الطاقة. الباص اللي بيستخدم الغاز الطبيعي وبيستخدم البنزين يبقى ده بيستخدم نوعين من الطاقة. عشان كده بنسميه هايبرد باص او هايبرد كار. اوكي. طيب سكرين اللي هي الشاشة.
سمارت بورد اللي هي السبوره الذكيه، طبعا زي السبوره اللي احنا شغالين عليها دي اسمها سمارت بورد. خلاص. ويب سايت اللي هو الموقع الالكتروني، وطبعا كلنا عارفين الويب سايتس اللي احنا بنشتغل عليها. لابتوب. لابتوب ده اللي هو البورتبل، بنسميه بورتبل كمبيوتر. بورتبل كمبيوتر. طب ليه بنسميه بورتبل كمبيوتر؟ لان هو اي حاجه تحمل نقدر نقول عليها بورتبل. اوكي. ريمايند معناها يذكر، وعلى فكره دايما بتاخد حرف الجر to لما يكون هنا في person. يعني ايه؟ لما اجي اقول لك my mother always reminds me to eat early. my mother always ركز ان انا حطيت كلمه always. reminds حطيت الاس me to eat. اوكي. او to do something. affect هي عباره عن يؤثر على، وخلي بالك لو انا عملتها كده affect هتبقى تاثير. دي اسم ودي فعل، اللي بالاي فعل، اللي بالاي اسم. اوكي. طيب بعد كده عندي كلمه نايت مود اللي هي الجهاز او وضع الرؤيه الليليه. وخلي بالك ان انا هنا عندي قاعده مهمه جدا، اجتماع اسمين مع بعض. لو اجتمع اسمين مع بعض الاسم الاول بيكون صفه. نايت صفه لكلمه مود. نايت صفه لكلمه ايه؟ مود. بس نايت لوحدها ناون، وكلمه مود لوحدها ناون. خلاص. لما جمعنا الاسمين الاسم الاول بقى صفه. بعد كده عندي كلمه سيرش اللي هو يبحث. سمارت فونز خلاص اللي هي الهواتف الذكيه. طيب لو تلاحظ عشان احنا بنحفظ كده بسرعه، خلاص انا هبدا اقسم الكلمات دي كام كلمه فيها فون. اوكي. طيب نمشي مع بعض كده. هنا اول كلمه تقابلنا هي كلمه سمارت فون، يبقى انا عندي كلمه فيها فون. طيب في كام كلمه فيها بورد؟ عندي كلمه سمارت بورد. يا ترى انت عندك كلمات تاني تديني نفس معنى كلمه بورد؟ اوكي. زي سمارت بورد، وايت بورد، تديني نفس، يعني هاخد الكلمه دي هبدا هعمل لها زي خريطه كلمات كده، اللي هو الكلمات اللي ينفع نحطها مع كلمه بورد. اوكي. طيب عندي lesson 1 في lesson book page 14 and 15 عندي كلمه without. ده اول حاجه prep يعني preposition. without معناها بدون. خلاص. share يشارك. check اللي هو يفحص. messages اللي هي رسائل. interesting اللي هو حاجه ممتعه او شيقه. facts اللي هي الحقائق. projects اللي هي المشروعات. blog اللي هي المدونه الالكترونيه. bedtime كلمه واحده، ما تعملهاش كلمتين لو سمحت. كلمه bedtime كلمه واحده. خلاص. space اللي هو فضاء. habit يعني عاده. طب ما واحد هيجي يقول لي يا مستر ما كلمه custom يعني عاده، هو ايه الفرق ما بين habit و custom؟ اوكي. طيب كلمه habit هي عاده شخصيه، دي عادتي انا. it's my habit to eat early, it's my habit to sleep early, it's my habit to go to school, it's my habit to go to the club. خلاص دي عادتي الشخصيه. انما كاستوم هي عاده مجموعه انا عايش وسطيها. يعني مثلا اقول لك ايه، من عاداتنا ان احنا مثلا بنلبس جلابيه واحنا رايحين نصلي. it's our custom. it's our custom دي عادتنا. خلاص. in Egypt to wear جلابيه when we go for prayers. اوكي. بعد كده planets مش plants، خلي بالك من كلمة plants. دي كلمة plants، دي كلمة planets. هنا ما فيهاش اي، هنا فيها اي. بعد كده عندي كلمة type، عندي بعد كده كلمة news or news. كلمة news or news اللي هي الأخبار، يا ترى هي مفرد ولا جمع؟ دي كلمة uncountable، كلمة ما تتعدش. عشان كده بنعملها معاملة المفرد، دايما تاخد is أو تاخد was. اوكي. عندي كلمة wisely عكسها ايه؟ الاوبوزيت بتاع كلمة wisely حاجة بتكون very stupid، عشان كده هنقول stupidly. اوكي. break هي الاستراحة، تيجي اسم وفعل. break استراحة اللي هي short duration for rest اللي هي وقت قصير خالص للاستراحة. انما لو جت فعل هتبقى بمعنى كلمة يكسر. خلاص. After that we have funny as adjective. useful طبعا دي adjective. online خلي بالك من كلمة online هي كلمة واحدة، لو كتبتها كده هتبقى mistake.
تبقى غلط، لازم تكتبها one word. اوكي، وركز في الكلمات اللي بقول لك اكتبها one word. بعد كده start اللي هو يبدا، adventure stories خلي بالك من الصوت ده، شا chur adventure stories. اوكي، cousin اللي هو ابن او ابنة العم، amazing اللي هو رائع، portable اهو كلمة portable اللي هو حاجة اقدر اشيلها، حاجة متنقلة. خلاص، اي حاجة محمولة اقدر اشيلها وامشي بيها اسمها portable. اوكي. After that we have social media not social media. اوكي، اللي هي اي وسائل من وسائل التواصل الاجتماعي. journey اللي هي رحله، ودي بتبقى رحله طويله. reduce معناها يقلل، يعني make things less. لو شاطر قول لي عكس كلمه reduce ايه. كلمه launch في فرق بينها وبين كلمه launch. اكل، ودي فعل بمعنى ينطلق، دي فيها حرف ال A، دي ما فيهاش حرف ال A. electricity noun، وكلمة electric صفة بمعنى كهرباء، يشتغل بالكهرباء. خلاص، و-electrical برضو بمعنى يعمل بالكهرباء أو يمر في أسلاك الكهرباء. كلمة pollution يعني التلوث، وكلمة pollute يعني أنا لو شلت ال I-O-N دي هتتحول لفعل اسمه إيه؟ pollute. أوكي، اللي هو يلوث. company اللي هي الشركة. smart navigation أي حاجة فيها navigation هي الملاحة. يعني إيه مستر الملاحة؟ الملاحة دي يقصد بيها اللي هو تعرف الاتجاهات بتاعتك في البحر، في البر، في الجو. خلاص، دي معنى كلمة navigation، وجاية منها كلمة navigator. أوكي. support اللي هو يدعم أو يؤيد. نيجي بعد كده science class videos technology habits. طبعا ليه ما قالش تكنولوجي كاستمز؟ لانه كل واحد بيختلف التكنولوجي هابتس بتاعته من واحد للتاني. واحد بيحب يعمل سكرول، بيقعد كل شويه يقلب في الفيديوز. خلاص، واحد بيحب يبحث بس يعمل سيرش على الويب سايت، واحد بيحب يعمل حاجه تكون هابت عنده بيعملها دايما كل يوم، يظبط الريمايندر بتاعه ان هو في الوقت ده لازم يدخل يتفرج على فيديو معين، ودي اسمها تكنولوجي هابت. اوكي. نيجي للكلمه دي اللي بتتنطق غلط كتير، هي ما اسمهاش انجينز، اسمها انجنز. اسمها ايه؟ engine اي محرك، اي حاجه بتحرك اسمها محرك. خلاص، اسمها انجن. يعني موتور العربيه اسمه ايه؟ car engine. اوكي. smart transportation اللي هو النقل الذكي. خلاص، بعد كده عندي كلمه الاس اي او ان، دايما خدها قاعده عندك في النقطه، تنطقها جن، والاس اس اي او ان تنطقها شن. يبقى انا عندي دي كلمه vision اللي هي الرؤيه. خلاص، بعد كده عندي كلمه كلمه greener يعني ايه؟ اخضر، اكثر خضره؟ لا، هنا معناها cleaner، معناها doesn't pollute the environment معناها ان هو ما بيلوثش البيئه. اوكي. locally اللي هي حاجه محليا، ودي adverb طبعا اخرها ال واي. خلاص، بعد كده الديزل اللي هو الوقود بتاع الديزل. طيب الافعال think thought sent known feel felt. اوكي. take took taken hurt spent. طيب نيجي بعد كده كلمة screen يقصد بيها ايه؟ flat surface on which pictures and words are shown. يبقى دي عبارة عن flat surface. خلاص، زي دي اسمها screen. اوكي. طيب ايه هو الاي بوك؟ an electronic book. يبقى اول ما اشوف كلمة electronic book يبقى دي ايه؟ book. ايه هو اللابتوب؟ portable computer. طيب البورتبل كمبيوتر ده اللي هو الكمبيوتر المحمول اللي هو اللابتوب اللي احنا بنشيله ونمشي بيه. خلاص. النايت مود darker screen setting to protect your eyes in low light. وطبعا الدارك مود بتحس ان الشاشه لو انت عملته على الموبايل بتاعك هو ده طبعا بيحمي العين، او بيسموه دلوقتي الاي كومفورت. سمارت بورد. ايه هو السمارت بورد؟ an interactive board used in classrooms for teaching lessons like this is a smart board. website, a page on the internet that gives information lets you do things online. ده اللي هو
الموقع الإلكتروني. After that we have digital. Digital using computer technology or electronic devices. يبقى أي حاجة بتستخدم الكمبيوتر technology or electronic device اسمها digital. Screen time, the time you spend using device like phones or computers. Okay. Social media, online platforms where people connect and share content. Okay. طيب الكولوكيشن يعني ايه يا مستر؟ اللي هي يقصد بيها verb plus noun. يعني كلمة break بتاخد الفعل ايه؟ take. كلمة time بتاخد الفعل spend. وعلى فكرة لو جه حرف جر بيجي معاها on. اوكي. check the phone, create jobs, play online games. Amazing معناها wonderful or fantastic, normal or ordinary ده الانتونيم بتاعها. teach معناها educate والانتونيم بتاعها كلمة learn. connect معناها join or link وعكسها disconnect. protect معناها save عكسها harm or damage. wisely معناها sensibly. خلي بالك من كلمة sensible not sensitive. sensible معناها عاقل. he can make good decisions. اوكي. carelessly عكسها useful معناها helpful عكسها useless or unhelpful. support معناها assist or help عكسها discourage. اوكي. reduce معناها decrease عكسها increase. يبقى كلمة decrease عكسها increase. كلمة decrease نفس المعنى بتاع كلمة reduce. يبقى احنا دلوقتي عشان بس ما نتلخبطش كلمة السينونيم اللي هو معنى الكلمة، كلمة الانتونيم اللي هو عكس الكلمة. طيب ايه هو البريفكس والسفكس؟ الحروف اللي بنحطها في الاول اسمها بريفكس، الحروف اللي بنحطها في الاخر اسمها suffix. اوكي. عند ال خلاص بنحطها زي كلمة digital، هي دي عبارة عن suffix. عبارة عن ايه؟ suffix. مالها؟ بتخلي الاسم تحوله ايه؟ صفة. يعني بتحول الاسم لايه؟ لصفة. الاي ان جي بتحول الفيرب الناون، الفعل الاسم، زي كلمة teach teaching. طبعا مش في كل الأحوال، احنا عندنا محولات كتيرة جدا ودي اسمها suffixes. خلاص. طبعا أنا عندي السفكس دول الحروف اللي بتيجي في آخر الكلمة. full هو عبارة عن suffix بيحول لي الفعل لصفة زي use useful. ال ly بتحول الصفة لحال، يعني بتحول الادجكتيف لادفيرب زي كلمة wise wisely. طيب ال ION بتحول لي الفعل الاسم زي navigate navigation pollute pollution. اوكي. ال ITY بتحول الصفة الاسم. خلي بالك، يبقى انا عندي بتحول الصفة من الاسم. شايف الصفة من الاسم يبقى بتحول الاسم لصفة، انما دي بتحول الصفة لايه؟ لاسم. هنا ال AL بتحول النون لايه؟ لادجكتيف. انما هنا بتحول الصفة لاسم electric electricity. طيب في نوتس. طبعا كلمة اونلاين واوفلاين واونلاين اتكلمنا فيها، وقلنا اونلاين كادجكتيف لازم يجي بعدها نون، او هي لو جت ادفرب ما يجيش بعدها اسم. يعني اونلاين لو جت صفة لازم يجي بعدها اسم، لو جت حال تيجي في اخر الجملة. وكلمة اوفلاين هي عبارة عن صفة وينفع تيجي لوحدها. instead of instead لوحدها هي عبارة عن adverb. اوكي. he didn't use his tablet, he used his smartphone instead بدلا من ذلك، ويبقى ده حال لتبديل الشيء. instead of يجي بعدها noun أو الverb ing. instead of doing his homework he went to bed. كلمة remind اتكلمنا فيها واحنا في الحصة. remind معناها يذكر. Can you remind علي to bring؟ يبقى remind شخص to والفعل في المصدر. remember يجي بعدها الverb ing. طيب per minute outdoor activities. خلي بالك من كلمة outdoor وكلمة indoor، دول صفات بيجي بعدهم الاسم زي outdoor activities or indoor activities. a whole day يوم كامل. use something wisely or use wisely. okay. runs on both. okay. runs on كلمة run معناها يجري.
runs on معناها يعمل بيه، وكلمة run the administration أو run the school معناها يدير المدرسة. يبقى كلمة run مش هتيجي بمعنى كلمة يجري بس، كلمة run هتنفع تيجي بمعنى كلمة يدير وتيجي بمعنى كلمة يعمل بيه. اوكي؟ launched its first smarter transportation. What about بيجي دايما بعدها الفيرب ing or noun or ايه؟ noun. on your phone or tablet، طبعا كلمة phone، كلمة TV، كلمة computer، خلاص كل دول بياخدوا كلمة on. learn to تاخد حرف الجر to. on the screen on the internet vision for at breakfast، وده يقصد بيه وقت الفطار. خلي بالك ان كلمة breakfast، كلمة breakfast، كلمة lunch، كلمة dinner كلهم بياخدوا حرف الجر for لو انا هعمل حاجة من انواع الاكل او الشرب اثناء الحاجة دي. انما لو قلت at breakfast at lunch at dinner يبقى انا بتكلم على وقت الغداء او وقت العشاء، هقابل حد، هتكلم في التليفون، هلعب في الموبايل. يبقى خلي بالك من السنتنس هتبقى جايه لك ازاي. اوكي؟ search for هنا معناها يبحث عن بنفس معنى كلمه look for. use for اللي هو يستخدم ليه. chat with made by، خلي بالك ان في هنا verb to be يعني يكون قبلها am و is و are. يعني لما اجي اقول لك ايه it's made by me خلاص يبقى ده مصنوع بواسطتي. balance with share with run on. اوكي؟ during the day مش while the day. طيب طبعا ده درس الريدنج لازم بعد ما تخلص حفظ الكلمات تقراه، بس احنا بنعمل مراجعه سريعه، احنا بنقراه في الحصه العاديه بتاعتنا. اوكي؟ احنا وصلنا لجزء الجرامر اللي موجود هنا اللي هو البارتس اوف سبيتش. خلاص اول حاجه what is the noun؟ a word that names a person thing animal or place. هو عباره عن كلمه تعرفنا ايه هو. دي اسمها ايه؟ دي اسمها سمارت بورد، ده اسمها noun. اوكي؟ طيب الفيرب a word that shows an action، اي كلمه تدل على فعل انت تقدر تعمله خلاص يبقى دي اسمها verb. طيب ايه هي الادجكتيف؟ a word that describes a noun. طيب تعالى نعمل براكتس مع بعض. انا دلوقتي عندي كلمه funny مرح، يبقى دي عباره عن adjective ولا noun ولا verb؟ دي عباره عن adjective. طيب start يبدا، يبقى ده هيعمل حاجه يبقى ده verb. adventure يعني مغامره، يبقى دي صفه ولا اسم؟ طيب يبقى دي ايه؟ noun اهي، يبقى noun verb adjective. طيب digital اخرها ايه ال تبقى adjective. الويب سايت هو عباره عن noun، affect هنا عباره عن ايه؟ عن verb. اوكي؟ ناخد كده تدريب بسرعه من كتاب المدرسه على الكلام ده. اوكي؟ I want to my digital day with، يبقى اختار كلمه share عشان with. What devices؟ كلمة devices هنختار ايه؟ digital devices. Egypt has launched the first hybrid bus in أسوان. أطلقت يعني ايه؟ نشرت يعني باعت يعني بدأت في الحاجة دي. اوكي؟ It's good to، خلاص من الجيد أن. It's good to take a break، طبعا عشان قلنا collocation break بتاخد take. اوكي؟ طبعا جزء السبيكنج ده مهم جدا في حل سؤال الدايلوج. يعني عندي محادثة دايما بتيجي من جزء السبيكنج هنا. How do you spend your day؟ هتقول لي I use digital device like smartphones. لو لقيت الإجابة دي I use digital device like smartphones يبقى هسأل how do you spend your day؟ What things do you do every day؟ الحاجات اللي بتعملها كل يوم. Every day I study, use my phone, chat with my friends online. Okay? How do you start your morning? I start my morning by checking my phone and getting ready for school. What do you do after school? After school, I have a rest. Do my homework. Use the internet for learning. Okay? What device do you use most? I use my smartphone. يبقى لو جاب لي الإجابة كده I use my smartphone هسأل السؤال بتاعي What device do you use most؟
When do you use it? When do you use it? I use it in the morning before school. Why do you use it? I use it to study my lessons, search for information and talk to my friends. جينا للزمن الجميل، زمن المضارع البسيط. حصتنا تقريبا هتبتدي أهميتها في الجرامر من دلوقتي. أنا إيه هو ال present simple؟ We use present simple to express facts, habits, daily routine. خد من مستر عبد الله كلمة بقى، repeated action. اي حدث متكرر عاوز تقول ان هو بيتكرر بس مش بيضايقك، عشان لو بيضايقك هيبقى زمن تاني. اي حدث متكرر هتستخدم معاه زمن ال present simple. طيب انا عايز اشوف ال present simple مع بعض. اول حاجه تعالى نقرا الاكزامبلز دي. Number 1 I always use my phone. انا دايما بستخدم الفون بتاعي as my habit. Okay. She usually uses her phone. مستر انت هنا حطيت اس وهنا ما حطيتش اس. تعالى بقى غنيها معايا. مفرد جمع جمع مفرد مفرد جمع جمع مفرد. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني ايه مفرد جمع جمع مفرد؟ تعال نبص مع بعض كده. الكلمة دي مفرد singular صح؟ رحت حطيت الفيرب بتاعي ايه؟ جمع uses. طب وهنا كلمة we جمع، رحت حطيت الكلمة دي ايه؟ without s مفرد. يبقى جمع ومفرد مفرد جمع. طب الاي ولا هو مفرد ولا هو جمع؟ ليه قاعدة لوحده دايما في الانجليش، حتى في اي كتب يقول لك الاي والبلورال، الاي والسنجلر، الاي لوحدها. يعني الاي دي قاعدة لوحدها بيجي معاها الفيرب ايه؟ infinitive. اوكي؟ طيب الاي والوي always use my phone. She usually uses her phone. مستر ما انت حطيت always اهي وحطيت usually اهي. قال لي دي حاجة اسمها address of frequency. يعني ايه address of frequency؟ It refers to how many times do you use the verb. How many times do you do the verb. كم مرة انت بتعمل الفعل. لو انا بعمله بنسبة 100% هقول 100% يبقى استخدمت كلمة always. لو أنا بستخدمه بنسبة 90% الفعل ده، يعني أنا بستعمل التليفون بتاعي 90% من اليوم بتاعي، فأقول I usually uses أو sorry she usually uses her phone. طيب لو حبيت أنفي النيجاتيف بتاعي هيكون بكلمة don't والفعل فين؟ في المصدر و they never travel. نفيت بكلمة never، بس never هنا ما أثرتش على الفعل في حاجة. خلي بالك إن في فرق بسيط ما بين كلمة don't وبين كلمة never. كلمة don't أنا ما بعملش الفعل، never استحالة حدوث الفعل. يعني في فرق، هما الاتنين ما بيحصلوش، بس كلمة never دي اللي هو أنت بتقول استحالة أعمل كده. أوكي؟ طيب نيجي بعد كده المثال اللي بعد كده she doesn't eat. مستر أنت بتضحك علينا على فكرة. ليه بضحك عليك ليه؟ مفرد جمع، يعني المفروض احط اس هنا. اقول لك لا، ما انا حطيت في النص كلمه ايه؟ doesn't كنا بنقولها للصغيرين doesn't بتاكلوا السكر بتاكل الاس، يبقى doesn't خليت لي الفيرب هنا infinitive او الفيرب stem او البيسك form of the verb. اوكي. she never eats، ما دي نافيه اهي، حطيت الاس ليه؟ never ما بتاثرش على الفعل، اللي بتاثر على الفعل كلمه doesn't. اوكي. I go to school 5 times a week. هنا معناها 5 مرات في الأسبوع. كلمة هنا بمعنى per. خلي بالك إن أنا عشان كده استخدمت كلمة 5 times. 5 times. طيب how often لازم يجي بعدها do or does في الزمن ده. You go to school. How often do you go to school؟ هقول له I go to school 5 times a week. أوكي. طيب يبقى ده كده she is always late. always اهي جت فين؟ بعد الverb to be. طيب الرول بتاعتنا بقى ان انا بحط السبجكت. مين هو السبجكت ده؟ اللي هو الفاعل. بعد كده اروح حاطط الverb s or es or ies في حالة ان الفاعل ده مفرد،
او بحط الفعل في المصدر لو الفاعل بتاعي جمع او اي، جمع او ايه او اي. طيب يبقى دي اول رول. طب النيجاتيف بتاعي هنفي بايه؟ اهو السبجكت الفاعل اللي انا عايز اتكلم عنه. بعد كده اروح حاطط don't or doesn't. بعد كده اروح حاطط الفعل فين؟ في المصدر عشان don't و doesn't. طب لو انا عاوز اسال هسال بايه؟ do or does. بعد كده الفاعل، بعد كده الفعل فين؟ في المصدر. طيب في عندي حاجه اسمها adverse of frequency اللي هي ظروف التكرار، اللي هي زي كلمه always. ودي لو انا عاوز اقول ان الفعل اللي هيجي بعدها بيتكرر بنسبه 100%، اقل منه كلمه usually، اقل منه كلمه often. على فكره ليها نطقين صح، often or often، النطقين عندي مفيش مشكله فيهم. بعد كده sometimes اللي هي معناها from time to time. بعد كده كلمه occasionally ودي بتبقى اقل شويه من كلمه sometimes. بعد كده كلمه rarely، مش عارف ليه عملتها كابيتال، او seldom. في الاخر خالص كلمه never. خلاص. طيب يعني دول ايه لازمتهم؟ دول بيجوا فين؟ قبل، اهو الرول بتاعتهم بيجوا فين؟ قبل الفعل الاساسي للجمله او بعد الفيرب to be. يعني ايه الكلام ده؟ بص معايا كده، ده اسمه verb to be، حطيت كلمه always فين؟ بعده. طب لو انا قلت always is الجمله بتاعتي غلط. اوكي؟ طيب وبتيجي قبل الفعل الاساسي زي ايه؟ تعال بص معايا كده في اول جمله اهي، انا حطيت كلمه always use، ادي الفعل الاساسي وحطيت كلمه always فين؟ قبله. برافو عليكم. طيب يبقى دي كلها اسمها adverse of frequency، واقدر اسال عليها بكلمه how often، اوكي، او how many times. يبقى في حاله السؤال هسال عليها بكلمه how often او how many times. واقدر استخدم كلمه once اللي هي مره واحده او twice مرتين او 3 times once a week, once a year, once a day, twice a week, twice a year, twice a month, 3 times a week, 3 times a day. يبقى دي معناها مرة أو مرتين أو ثلاثة. لو أنا عاوز أقول مليون مرة هروح حاطط كلمة times في الآخر، بس المهم كلمة times not كلمة time. طيب يبقى ده باختصار ال present simple، بيعبر عن habits، بيعبر عن facts، أهم حاجة في تكوينه مفرد جمع جمع مفرد. المفرد بياخد جمع، يعني مفرد اللي هو الفاعل المفرد تحط الفعل اس، ولو الفاعل جمع بحط الفعل في المصدر بدون أي إضافات. طيب نيجي بعد كده نرجع للكتاب بتاعنا عشان نحل على الكلام ده. أول سؤال، علي late. late هنا هي عبارة عن إيه؟ adjective، صفة. طالما صفة مفيش فعل أهو الجملة تخلص عندي هنا، دي جملة تاني. طالما مفيش فعل في الجملة دي يبقى استخدم am و is و are. طيب أنا عندي كلهم فيهم is. he always comes إيه؟ early. واحد دايما بيجي بدري، يبقى هو عمره ما بيجي متأخر. يبقى أنا عاوز كلمة never. يا ترى never is ولا is never؟ هتبقى is never. ليه؟ عشان am و is و are اسمهم الverb to be، بيجي بعدهم ال address of frequency اللي هي كلمة never. he not his tablet for homework. خلاص. he مفرد، أروح حاطط الفعل جمع. في كام واحدة فيها الفعل جمع؟ أدي واحد، أدي اتنين. يا ترى احط usually قبل الفعل الاساسي ولا بعد الفعل الاساسي؟ احطها قبل الفعل الاساسي اللي هي كلمه usually uses. خلاص. I always space my emails in the morning. I always I بتاخد الفعل جمع اللي هو من غير اس، هتبقى كلمه check. طب ينفع تو check؟ لا. how not do you use the computer وقال لي الاجابه فيها usually، يبقى how ايه؟ how often. خلاص. طب ينفع نقول how many؟ ينفع نقول how many times.
يعني لو في كلمة times هنا كنا هنختار how many. اوكي. he usually he مفرد، احط الفعل بتاعي جمع اللي هو search. بعد كده we space play online games for 1 hour then we stop. خلاص يبقى we usually. طيب last زمن الماضي، ago زمن الماضي، ever ما تجيش في الجملة العادية إلا في زمن ال present perfect. خلاص وليها حالة معينة لما يكون قبلها superlative. اوكي. how often يجي do. اوكي. طيب ندخل بعد التشوز، نعدل التشوز، ندخل على سؤال الكوريكت. I have usually. ايه الكوريكت في الموضوع ده؟ ادي الفعل الاساسي وادي الادرس اوف فريكونسي، المفروض اقلبهم، يبقى الغلط عندي هتبقى usually have، تبقى usually ايه؟ have. وجمع هناخد uses مفرد هتبقى use. I never الاي زيها زي الجمع تاخد الفعل مفرد هتبقى eat. why طارق مفرد هتاخد does. does بتيجي مع المفرد، do بتيجي مع الجمع. how does the hybrid bus help. ليه مستر help؟ عشان في قبلها does. طيب ده سؤال الكوريكت احنا متعودين عليه. انا كله ده بجري عشان اوديك للسؤال الجديد عليك في المنهج. انت عندك سؤال جديد خالص اسمه rewrite. ايه هو rewrite؟ يعني اكتب لي الجمله، عيد صياغه الجمله مره تاني خلاص باستخدام الكلمه دي. The bus never stops. انا عاوز احط كلمه doesn't في الجمله دي وتديني نفس المعنى، فهتبقى the bus كلمه doesn't هشيل كلمه never. The bus doesn't stop. طبعا انا هنا شلت معاها ايه؟ الاس، وهنا عشان في doesn't حطيت الفعل في المصدر تبقى stop. علي lives in كايرو، انا عاوز اسال بكلمه where. خلاص يبقى where اداه استفهام، does فعل مساعد. ليه does؟ عشان خاطر زمن المضارع البسيط اللي هو present simple. بعد كده الفعل اللي هو كلمه علي. بعد كده live. he is from Egypt، انا عاوز استخدم كلمه comes. طيب شايف هو حتى مش كاتب لي come، هو كاتب لي كلمه ايه؟ comes. هقول he comes from Egypt. طب مستر انت ليه ما عملتش الجمله بتاعتي؟ يعني حطيت يعني كتبتها، هتلاقي معظمكم عاملها كده he is comes. لا غلط. ليه يا مستر؟ عشان is لو جت هنا لازم احط بعدها الفيرب ing، هتبقى he is coming. طيب انا الزمن بتاعي هنا present simple، اروح محوله اخليه present continuous الحاجه اللي بتحصل دلوقتي؟ لا، فانا is comes هتبقى غلط، يبقى لازم اشيل is واروح حاطط مكانها كلمه comes. طب ليه بقى عملت الكلام ده؟ عشان is مش هينفع تيجي في البريزنت سيمبل الا لما يكون مفيش في الجمله فعل. يعني ايه الكلام ده؟ انا حطيت is from Egypt، تبص في الجمله he فاعل، is هي الهيلبنج فيرب، from ما هياش فعل ده حرف جر، Egypt اسم مفيش فعل في الجمله عشان كده استخدمت is. طب هو عاوز يحط فعل، اشيل is بقى. اوكي. طيب نيجي بعد كده he is never lazy، عاوز احط كلمه ايه؟ clever. واحد عمره ما كان كسول، يبقى هو دايما ايه؟ يبقى he is always clever. طيب اراعي في الري رايت دايما ان انا اكون مراعي معنى الجمله، اكون مخلي بالي من معنى الجمله، ان انا بحط الكلمه على حسب معنى الجمله. correct the mistakes in the following sentences. خلي بالك ان كلمه correct the mistakes هو بيقول لي الكلمه اللي تحتها خط صححها، بالظبط نفس وضع السؤال ده. هو السؤال ده بيقول لي الكلمه اللي بين قوسين صححها، بس هنا الكلمه اللي ايه فين؟ اللي تحتها خط صححها. they جمع هشيل الاي اس هتبقى finish. شايف انا عمال احللك بالطريقه بتاعت مفرد جمع جمع ومفرد، مفرد جمع جمع مفرد، هتبقى الجمله بتاعتي التصحيح بتاعها كلمه finish. خلاص. طيب what do she مفرد هتاخد do ولا does؟ تاخد كلمه does. اوكي. طيب
we aren't use. اتفقنا ان am و is و are ما يجوش في جمله فيها فعل. طب مين اللي هيجي في الجمله اللي فيها فعل؟ كلمه don't، هتبقى don't use. he doesn't spend شايف الاس دي هتغير الاجابه خالص. على فكره he doesn't spend صح، بس he doesn't spends عشان الاس دي هضطر احط كلمه never، يبقى never ما بتاثرش على الاس. طيب السؤال ده جديد برضو عليكم، اسمه find the mistake. خلي بالك السؤال ده correct the mistake، هو حاطط لك خط تحت الغلط. هنا سايبني بقى مني الجمله افصص الجمله حته حته وابدا اشوف. they جمع، always مكانها صح قبل الفعل، buy ما فيهاش اس يبقى الجمله بتاعتي صح. they always buy meat، الجمله جرامر صح. they don't like it at all، ناس ما بيحبوش الميت، يبقى هم دايما بيشتروها ولا نيفر؟ يبقى معنى كده التركيب الجرامر صح انما المعنى مش مظبوط. طيب هبه studies sometimes، احنا قلنا sometimes من adverb of frequency، الادفرس of frequency بتيجي قبل الفعل، هتبقى هبه sometimes studies، يبقى هتبقى sometimes studies. طيب where often do you use your tablet every day؟ every day دي من الادفرس of frequency او من ضمن كلمات التكرار، فطبيعي ان انا مش هقول where often، انا هقول how often. she doesn't helps. هنا الجملة دي ليها اجابتين، يا اما هختار كلمة helps كده هي اللي غلط واخليها help، او هشيل كلمة doesn't واروح حاطط كلمة never. الاجابتين صح. اوكي ده براكتس على lesson 1 و 2، عاوزين ندخل على 3 و 4 عشان نخلص الريفيجن دي. بس قبل ما ندخل على 3 و 4 عاوزين نحل مع بعض الدايلوج عشان نتعلم حل الدايلوج. أيمن is asking محمد about his favorite digital device. أيمن hello محمد can I ask you a few questions؟ hello أيمن sure أكيد تقدر تسألني، أو yes you can. My tablet is my favorite. It's light to carry and fast to connect to the internet. خلاص يبقى what أو which براحتك، عاوز تحط what ماشي، عاوز تحط which ماشي. digital device do you like to use؟ يبقى which أو what digital device do you like to use؟ okay قال لي my tablet is my favorite. do you use it for doing homework؟ sure أو yes I do. do you take your tablet to school؟ no I don't. طب ليه قلت no ما قلتش yes؟ عشان it's not allowed، ده مش مسموح بيه. اوكي اوكي you will write about your digital day، وهنتكلم عن writing في الاخر خالص. ندخل على lesson 3 و 4. كلمة achieve tasks، خلي بالك كلمة achieve من ضمن الكلمات اللي بتلخبطك قوي في ايه؟ ان انت بتبدل ما بين الاي والاي، يعني دايما بتكتبها لي كده اي اي، طبعا ده ميستيك. achieve بتبقى اي بعدها اي، وهنا verb بمعنى يحقق او ينجز. tasks اللي هي المهمات. assignment الجي silent خلاص الواجبات والمهام الدراسية. speakers اللي هي السماعات. web cam مايكروفون. board games click headphones mouse printer keyboard notice board. خلي بالك ان كلمة بورد انا قلت سمارت بورد وقلت نوتس بورد. اوكي عندي بعد كده typing اللي هو بيكتب على المفاتيح. video call record print search engine notes presentation helpful school work music knowledge.
عندي بعد كده الافعال والتصريفات مهمه جدا. write wrote written say said said tell told told come came come. يا ريت لما تيجي تحفظها بنفس الطريقه دي كانك بتغنيها. اوكي. ask معناها inquire بالاي والانتونيم بتاعها answer. achieve معناها succeed وعكسها fail. important معناها necessary وعكسها unimportant. البريفكس الاي ار دي suffix بتحط في اخر الفعل عشان تحوله لوظيفه او اسم. اوكي، زي ريكورد ريكوردر، برنت برينتر. طيب ايشن حولت لي الفعل الاسم زي present presentation. اوكي. meant بتحول الفعل الاسم برضو زي كلمة assign اللي هو يمضي. assignment تتحول لمهمة أو واجبات مدرسية. طيب is used to يستخدم لي أو يستخدم فيه. خلاص is used to عشان ما تجيش تقول لي is used to دي بمعنى اعتاد أن. لا، هنا is used to هنا جاي بعدها الفعل right وجاي قبلها الشيء المستخدم، فهنا القلم يستخدم، ده هنا passive. يعني we used the pen to write وخليناها the pen is used to write. the keyboard is used for writing، يبقى انا لو حطيت to احط الفيرب infinitive، لو حطيت for احط الفيرب ing. ايه الفرق بين الهوم ورك والاساينمنت؟ خلاص الهوم ورك دي بتبقى مهام قصيره، خلاص بتبقى حاجات لازم تتعمل في البيت وبتبقى محدده يوم بايه؟ بيوم. she does her homework before dinner. انما الاساينمنت بتبقى حاجات more complicated، بتبقى معقده شويه، محتاجه تيم وورك، محتاجه عمل جماعي، محتاجه شويه تفكير، شويه بحث، محتاجه شويه سيرش. خلاص عشان كده احنا بنحاول ان احنا نحول كل الهوم ورك بتاعنا لايه؟ لاساينمنت عشان يكون active اكتر. I use the keyboard to write my assignments. important expressions and preposition move around the screen. طبعا ده بالماوس. اوكي. achieve tasks record the presentation show pictures videos or notes write soon interested in tell about click on at the end of write assignments make a video call talk online talk ال silent it's super helpful it's very helpful super helpful. Okay. listen to ready for talk to. طيب احنا كده عرفنا حروف الجر بتاعتنا. هنا ده شكل الايميل اللي مبعوت. خلاص to تاليا from جوري. السبجكت عن الديجيتال ديفايسز. هو من شويه كان مديك التاسك بتاعتك اتكلم عن ديجيتال ديفايسز. خلاص فممكن تشوف الرايتنج ده وتبدا تفكر من دماغك، بلاش حفظ باراجراف. دي بنبه. في عندي حاجه جديده بقى في الكتاب بتاعنا، الكتاب المعاصر عاملها حلوه قوي اسمها وورد بيلدينج سكيلز، واعتقد معظم الكتب الخارجيه عاملاها، وده موجود في كتاب المدرسه. خلاص الوورد فاميليز زي الخريطه كده. احنا كلمه بورد جيم، كيبورد، سمارت بورد، نوتس بورد، دي الكلمات اللي عدت علينا قبل كده. كلمه ورك ممكن اخليها وركر، هوم ورك، ورك بوك، سكول، ورك. يعني اخذ الكلمه وابدا استنتج منها. طبعا لعبتك فون، وكلمه ويب، كلمه ديجيت منها ديجيتال، برنت برنتبل، وعيش حياتك شويه في موضوع الفوكابولاري ده عشان مش هينفع يتحفظ بالطريقه التقليديه. لازم بعد ما احفظ الفوكاب ابدا احل عليه. اوكي هنا انا يعتبر انتهيت من اليونت. اخر حاجه عندي lessons 5 و 6. يعني دي اخر حاجه عندي في اليونت lessons 5 و 6. اول كلمه trust. طبعا دي التايتل بتاعي an email to friend to team project round table. خلاص trust safety tips performance ICT class round table. خلاص اجتماع طاولة مستديرة. tool the latest news organize and routine. كلمات اهي سهلة قليلة. خلاص عشان بس ما نقعدش نعك الدنيا كتير. عندي كلمة messages reply. خلاص خلي بالك في كلمة replay reply. يعني كلمة replay اللي هو يعيد تشغيل الشيء، reply يعني يرد على الشيء. reply boring friendly. خلي بالك من كلمة boring و bored.
هنا boring ممل، bored أنا اللي زهقان. information uncountable تاخد is زي كلمة news. online games وموبايل فون simple. اوكي chance or chance نطقين صح على فكرة. add classmates respectful slogan and the whole class. the whole class. colorful smart wall marker rules paper produce team project. okay rise rose risen rise rose risen read read see so seen. okay correct right wrong correct معناها right عكسها wrong. safe protected عكسها dangerous. online معناها connected عكسها offline. خلاص ans performance speaker. okay shun information. كلمة ويب كام والكاميرا الفرق ما بين الاثنين، الكاميرا بتبقى منفصلة، الويب كام بتبقى تبع الجهاز اللي انت بتشتغل بيه كمبيوتر او موبايل. كلمة ديفايس وابس او تولز، خلاص الديفايس اللي هي الأداة نفسها زي سمارت بورد زي السمارت فونز، خلاص دي الآلة نفسها دي ملموسة. خلاص انما الابلكيشن بتبقى تولز جوه الموبايل. الواتساب and Facebook are important apps. كلمة تايب ورايت، كلمة تايب لازم نستخدمها لما يكون بيكتب على آلة كاتبة أو على جهاز لوحي، إنما كلمة رايت لازم تستخدم فيها القلم بتاعك. طيب important expressions like write back, do my best, go online, get a chance, pass the paper, stay safe online, reply to, try to, in full. دي السكيلز اللي موجودة عندي كلها اللي فاتت. تعالى بقى ناخد السكيل بتاعت writing. how to write an email. أول حاجة في الإيميل أنا لازم أخلي بالي منها هي to وال from subject. to أنا بكتب الإيميل بتاع الشخص اللي أنا هبعت له. from مني أنا اسمي أنا إيه اللي هو الأكاونت بتاعي إيه وأبدأ أكتبه. السبجكت التايتل بتاعي أو العنوان اللي أنا ببدأ أتكلم عنه. أوكي طيب هبدأ دايما بجملة تمهيدية أو إن أنا بسلم على اللي قدامي. دير سما، هلو فاطمة، هاي يوسف، how are you, I hope you are okay, I am very happy to send you this email. كل دي تعبيرات تحية بتبقى بعد الجملة الأولى، بعد دير سما أو بعد هلو فاطمة أو بعد هاي يوسف. في الآخر خالص أقول له yours, all the best, lots of love, write back and tell me about something. طيب to هكتب العنوان بتاع الشخص المرسل إليه. from اسمي أنا، الأكاونت بتاعي أنا. السبجكت موضوع الرسالة. أول حاجة على جنب كده هكتب هاي أو هلو. خلاص بعد كده هتكتب اسم الشخص، يعني هكتب مثلا كده إيه هاي أحمد كوما. هنزل تحتيها أروح كاتب إيه how are you, I'm happy to write this email to you. اوكي في الاخر خالص هكتب له write back soon, lots of love وراح كاتب اسمي بس اللي هو السيجنتشر بتاعتي او العلامه بتاعتي. ده شكل الايميل اللي انت هتكتبه. خلاص اهم حاجه لازم تخلي بالك من الكابيتال ليترز at the beginning of the word. for proper nouns الاسامي البروبر دي زي مها زي اسوان اللي اسم انسان، اسم بلد، اسم قاره، اسم مكان مشهور كايرو تاور. خلاص with days months holidays كل الحاجات دي capital letter. خلاص for language and nationalities زي English Arabic Spanish Egyptian. خلاص with pronoun I في أي حتة في الجملة بنحط إيه capital. rewrite the following using the correct punctuation. I capital ليه؟ عشان في أول الجملة. Alexandria اسم بلد. last June اسم الشهر بتاعي جون.
اوكي. نادين ال N hard to achieve her goals. طيب يبقى ده الشكل بتاعي اللي انا بشتغل عليه. كده انتهينا من اليونت الاولى. اوكي، فاضل ان احنا هنلخص او هنراجع المراجعة السريعة خلاص على كل الكلام ده. ان ال present simple خلاص بنستخدمه في الهابتس والروتين والديلي لايف projects. طبعا الستوري بتاعتنا اسمها The Magic Classroom. The Magic Classroom خلاص، ودي ان شاء الله هنبدأ بيها الحصة الجاية. طيب هنا يا شباب وصلنا لنهاية الحصة بتاعتنا. ما تنساش ان كل اللي انا شرحته ده مراجعة على كل اليونت مرة واحدة، فمحتاج منك ان انت بعد ما تراجع تمسك الاسئلة كلها تبدأ تحلها، ولو في اي استفسار ممكن تبعت لنا على في الكومنتس عندنا او على الصفحة بتاعتنا. اوكي، اشوفكم على خير ان شاء الله، واستنوني الحصة الجاية هتبقى ان شاء الله امتع من الحصة دي.